السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة ورسالة مهمة لأخوتنا التربويين أصحاب الاعتصام التظاهرات. احنا من أول يوم وياكم قلنا لآخر لحظة. اليوم مجلس النواب العراقي، الشرفاء من مجلس النواب العراقي عقدوا جلسة طارئة، ومثل ما شفنا قدموا مقترحكم وألزموا رئاسة الوزراء بتقديم سلم الرواتب، وقدموا مطالبكم كلها، وإن شاء الله خير. يا أخوان، احنا اليوم بشهر الرابع، الانتخابات بشهر 11، عندي 7 أشهر. رجاء الانتباه وأخذ ما أقوله بمحمل الجد. أنا أقول كل التنسيقيات، وأنتم يا أخوان أصحاب قلم التربويين، ناس مثقفين، مع جل احترامي لكل الشرائح اللي طالعة وطالبوا بحقوقها، وإحنا مع الجميع. لكن أنا اليوم عندي أدور أول مسألة، العملية اللي تأثر بالحكومة. أنا اليوم منطالع الظاهر إذا ما حققوا لي، خصوصا إذا صارت راح تصير احتجاج ورا الاحتجاج ثورة، اللي شنو هي؟ يعني إسقاط حكومة. زين، أنا ليش ما أستخدم؟ أولا أنتم ناس تربويين، ناس مثقفين، نستخدم الطريقة اللي تأثر. أنا اليوم من أنقطع من المدارس الحكومية، أساسا هي الحكومة ما مهتمة بالتدريس الحكومي ولا يمها. 2، أنا راح أعرض إلى صارت أعرض ناس، وأكو ناس مدسوسة، وأكو وإحنا كل قطرة دم تسوى. الحكومات كلها اللي اجت من شبابنا، واكو مسألة تضغط على الحكومة ونتائجها أكثر من الخروج للشارع. شنو؟ يطلعون كل التنسيقيات المسؤولة عن المعتصمين بقرار موحد بأنه إذا ما تحققت مطالبنا خلال هذه المدة الكل يقاطع الانتخاب. إذا قاطعتوا الانتخابات يا أخوان، هاي الشرائح كلها، أخوتنا بالتيار الصدري أيضا مقاطعين للانتخاب، فشلت عمليتهم السياسية وسقطت حكومتهم، ولا أتأذى واحد، ولا إجاني واحد اندس، ومحافظاتنا صارت هرج ومرج بيها، والكل تتربص بين الدوائر، والكل يعلم حتى الهسا، وتجنبنا، وتأثيرها يصير أكثر. واني وفعلا يكون خطاب، واحنا وياكم يشهد الله. انا يعني حتى لو ما اريد انتخب بكل هذا، ما ادعو الى مقاطعة الانتخاب. ما يوم دعيت لمقاطعة الانتخابات اقول كل واحد والى رايه، لكن هذه المره وياكم وادعو لمقاطعه الانتخابات اذا ما حققوا مطالبكم بهذه الفتره، وتكون العمليه اسلس، وتكون العمليه مساله نبعد مناطقنا ومدننا عن الخطر، واولادنا وشبابنا وانفسنا، واحنا مأثرين اكثر، والنتائج تكون افضل. واني انطيت ايضا مهله. الساده النواب قدموا، صار اكو شيء على مثل ما تقول الورقه والقلم، وقدموا المقترحات، والزموا مجلس الوزراء حتى نعطي مهله، حتى ما نلام، لان اكو ناس تريد هرج ومرج، وانتم كل زين تعرفون. واحنا مو اول تجربه، عندنا تجربه مال تشرين، طاحت الناس وانمردت الناس وتأذت الناس، واجت اللي اجونا منه ما خلوا اللي طاح، ولا خلوا اللي روحيته مثل روحية الشهيد. لا، اجت ناس اصلا ما مثلت الناس اللي طلعت في وقت التشرين. ايضا ناس سيئة، وهسه هي لزمت السلطة بهذا الاسم وبهذا العنوان اللي راحت ورود عليه شباب طاحت. لذلك احنا نريد التجربة تتكرر، وخلي نشتغلها صحيح. أنا عندي 7 أشهر من الرابع لل11، ماكو تسقط بالورقة والقلم. ما أنتخب، الكل ما ينتخب، خلي نشوف من ينتخبهم. اللي ما أعطوني حقي
من ينتخبهم؟ خلي يجيبون جمهور من غير كوكب ينتخبهم. في امان الله.